الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا الليلة حديث مهم حول فرنسا وسياساتها البربرية في المغرب الأقصى، يقدمها الأستاذ سعيد السعدي في 30 دقيقة، على أن نتيح المجال بعد ذلك للأساتذة والباحثين. فأهلا وسهلا بكم. شكرا لكل الإخوة. شكرا، تحية خاصة إلى الأستاذ محمد حامد الأحمري. نشكركم على حسن الضيافة والاستقبال. الحديث في هذا الموضوع عن السياسة البربرية الفرنسية هو حديث عن سياسة استعمارية بالأساس. هذه السياسة اتخذت عدة أوجه واتخذت عدة تمويهات في الأخير لتكريس وجودها، وهذا كما هو الحال استغلال الأقليات، استغلال النوبية والقبطية والكردية وغيرها من النزاعات التي في الأخير تهدف إلى تكريس وجودها وتهدف إلى فصل أبناء الأمة الواحدة عن بعضهم البعض. ونذكر هنا بالأساس في مرحلة من المراحل في المشرق هو تشجيع الاستعمار، سواء الفرنسي ولا سواء الإنجليزي، إلى اللهجات المحكية، إلى الدارجة، إلى الجهويات. ونذكر مثلا الشاعر اللبناني سعيد عقل الذي دعا إلى استعمال الدارجة بدل اللغة العربية، سلام موسى في مصر. وكان كبيرهم الذي علمهم هو المستشرق برنارد ماسينو هذا المشهور كمستشرق، يتعاطف مع بعض العرب، كونه أنه متعاطف مع الفكر العربي الإسلامي، وهو الذي تحدث عن الحلاج وعذابات الحلاج. لكن يجب أن نذكر في الأخير أن هذا المستشرق يهدف بشكل ملتوي إلى تكريس الرؤية الكولونيالية، حتى أن رؤيته للحلاج هي عبر مصفات أن ذلك الحلاج هو السيد المسيح المصلوب. هذا لماذا ذكرناه؟ لأن ماسينيو هو أدرك اللعبة بشكل مبكر، وهو له أصدقاء أو له تلاميذ مثل الذي ذكرهم الأستاذ عبد الله العروي، الذي حينما تحدث عن أن فرنسا تريد أن تصنع لهجة مغربية ولهجة بربرية، وهو الأمر الذي دعاهم إلى استحضار أو إلى إحضار العديد من الأسماء ذات الوزن، وهو بالضبط الاسم هيرنيلاوس أيضا اشتغل عن ابن تيمية، بما أن هذو أناس يعرفون الوضع جيدا. حينما نتحدث عن باسي، حينما نتحدث عن شارل دو فوكو، حينما نتحدث عن سوردون، حينما نتحدث هذو أناس درسوا الواقع جيدا والواقع الثقافي والألسني، ويعرفون حجم التناقض ويعرفون حجم التوتر، لدرجة أن ما يسمون بالتبشيريين مثلا أو البعثات التبشيرية في أفريقيا هم في الأخير علماء الأنثروبولوجيا. ونذكر مثل الاسم الكبير شارل دو فوكو هو كبيرهم الذي علمهم هذه الحيل في المغرب والجزائر، وهو الذي كان إلى جانب اليوطي يعلمه ما يسمى بسياسة الأهالي أو التوازنات أو الاختراق إلى آخره. شارل دو فوكو الذي ادعى أن هناك إسلام بربري أو إسلام أمازيغي متميز عن الإسلام العربي، ويمكن من هذا المدخل أن نخلق واحد الفئة اللي هي موالية لفرنسا وتخدم فرنسا، وهذا ليس جديدا عليها. فمثلا في لبنان نتحدث عن الموارنة الذين أصبحوا شكلتهم فرنسا، وأصبحوا مثل أحزاب تدافع نتحدث مثلا عن حزب الكتائب، ونتحدث عن عائلات وعشائر التي ولوها الكبير إلى فرنسا. فبالتالي نحن نتحدث عن السياسة البربرية الفرنسية، ولا نتحدث عن الأمازيغية كثقافة عريقة ولها وجود ولها أصالة ضاربة في القدم. نتحدث عن سردية فرنسية صاغتها فرنسا، نتحدث عن تلك الأعراف التي حاولت فرنسا أن تدافع عليها، ليست كما هي في الواقع بل كما تريدها فرنسا. وربما ينصرف الذهن هنا إلى
إلى المفكر الكبير إدوارد سعيد الذي تحدث عن الاستشراق، وأن الغرب حاول خلق سياسة حاول خلق سردية يعني مشرقية، سردية تقول بأن هذا العالم بعيد عن العقل وعن العقلانية وغارق في العجائبية. وهذا هو الأهم، وهذا هو المدخل الصحيح والمدخل السليم لمناقشة هذه القضية، بعيدا كل بعد عن أي حساسية أيديولوجية أو أي حساسية قبائلية. لأن الشحن في اللغات المحلية وخاصة في المحكيات هو يجرنا إلى الهاوية بالضرورة، لأن أي تجزئة وأي ضرب في اللغة العربية يمكن أن يخدم بدون شك لغة المستعمر. في هذه الحالة سأقتصر على اللغة الفرنسية، لأنني سأتحدث عن المغرب والجزائر، ولو أنني سأتحدث عن المغرب أكثر. لماذا هذا الاهتمام باللغة العربية من طرف الحركة الوطنية؟ وسأذكر هنا بعض الأسماء وبعض النصوص لكبار الحركة الوطنية. لأن اللغة العربية هي حاملة لقيم حضارية. فمثلا الدارجة، اللغة المحكية ليس فيها تراث علمي، فمثلا لا يوجد فيها أي كتاب علمي. فنتحدث مثلا عن لغة جهوية معينة، لغة في الريف أو في القبائل، أو هذه اللغة بتشجيعها بصنعها بدفعها في تضخيمها هي في آخر المطاف ستبقى في حدودها الطبيعية. لكن حينما نتحدث عن اللغة العربية نتحدث لغة تتجاوز القومية، نتحدث عن لغة إنسانية. فاللغة العربية ربطت أقوام متعددة، ربطت العربي والفارسي ويعني نتحدث عن لغة تتجاوز ما هو قومي. وهذا الأمر الذي يمكن أن يقوض التطلعات، ويمكن أن يقوض آمال، ويمكن أن ينسف السياسة الفرنسية. لذلك هذا هو التعريف الذي أريد أن أنطلق منه حينما نتحدث عن السياسة البربرية الفرنسية. لا نقصد بالضرورة البربرية أو الأمازيغية كلغة وكأعراف التي هي ضاربة في القدم، والتي لها مساهمات عديدة في الفقه الإسلامي. ونذكر بالأساس وفي اللغة العربية أيضا، ونذكر بالأساس الزعيم المختار السوسي، وهي في الحقيقة عدة أسماء، لكن سنتوقف عند هذا الاسم لأنه ساهم فيما يسمى بالمدارس الحرة، المدارس الحرة التي أنشأتها الحركة الوطنية ضدا في المدارس التي حاولت تكريسها فرنسا، وخاصة المدارس البربرية الفرنسية، وعلى رأسها مدرسة آزرو اللي هندس لها الاسم الكبير أندري باصي حينما كان في القبائل كان يدرس القبائلية، وفي القبائل انطلق المشروع. يعني القبائل آنذاك فرنسوها وحاولوا عزلها عن بقية الشعب الجزائري، ولكن حينما أتوا إلى المغرب اشتغلوا بأكثر شراسة، لأنه وجدوا كتلة أكبر، ومن ذلك رأوا أن هناك إمكانية ترسيخ ما يسمى بالسياسة البربرية الفرنسية، وأنشأوا ما يسمى بمدرسة آزرو. هي في الحقيقة كانت العديد من المدارس، ولكن مدرسة آزرو انتشر يعني داع صيتها، وحتى هي فشلت. يعني في نهاية الأربعين لم تعد أي مدرسة يعني تصدت لها الحركة الوطنية، وتصدت لهذا المشروع، وتصدت للسياسة الفرنسية بكل تمويهاتها وبكل أشكالها، حتى على قضية الطرقية، إن فرنسا كانت تشجع الزوايا لكن الحركة الوطنية تبنت إيديولوجية سلفية وطنية أو سلفية جديدية، ضدا في الإسلام الطرقي الذي كانت تستثمر فيه فرنسا. أنا في تقديري هذا الفشل الذريع الذي فشلت فيه فرنسا يعود إلى أن هناك في المغرب دولة عريقة، هناك أعراف دولة منذ إدريس الأول، مولى إدريس الأول الذي أسس أول دولة في المغرب سنة 789، ويعني لم تكن يعني انقطاعات. يعني المغرب عاش دولة عريقة في المنطقة، حتى أن مساحة البياض كانت مساحة قليلة مقارنة أن الاستثمار الأدارسة، المرابطين، الموحدين، المارينيين، الوطاسيين، السعديين، وثم العلويين. وهناك من يقول مثلا المؤرخ الكبير الأستاذ عبد الله العروي يقول أن هوية المغرب هي هوية سعدية، يقولها في كتاب استبانة.
يعني تعود إلى الدولة السعدية في القرن السادس عشر، بأن المغرب هو امتداد ديال الدولة السعدية التي يعني تنحدر من الأشراف السعديين الذين أسسوا دولة. يعني لا مشكلة لا بين الدولة الإدريسية أو الدولة السعدية، المهم أن هناك دولة كانت عريقة ودولة يعني نحن نتحدث عن قدم الدولة، بمعنى أن الدولة حاضنة لمؤسسات، وأهمها نذكر مؤسسة القرويين التي حافظت على اللسان العربي والعلم أيضا لا ننسى. وهذه يجب أن نذكرها كثيرا، بأن أول إجازة في التاريخ كانت في مدرسة القرويين، كانت في الطب سنة 1207. يعني بمعنى أن عندك مؤسسات لم يكن تسيب لغوي، بالعكس هناك مؤسسات بمعنى أنها حافظت على أعراف معينة. لذلك فالملكية في المغرب اللي مازال مستمرة إلى الآن هي عليها إجماع بسبب بسيط، إلا أنها ليست غريبة على المنطقة، ليست غريبة. تحدثنا عن أن مولاي إدريس الأول في سنة 789 إلى الآن. لذلك فالحركة الوطنية حينما تتضح لها الصورة ويتضح لها الخصم من الصديق، أول شيء تقوم به هو ما يسمى بعيد الجلوس. عيد الجلوس هو عيد العرش، لم يكن حينها اسمه عيد العرش لكن كان اسمها عيد الجلوس، هو الذي يترجم ما نسميه الآن تلاحم بين العرش والشعب. والملكية حينما تم اختطاف السلطان سنة 1953 من طرف الفرنسيين، فآنذاك ناضت ثورة كبيرة انتهت بجيش التحرير الذي عجل بعودة الملك. بمعنى أن قضية الملكية في المغرب هي من صميم هذا العمق التاريخي الذي جمع بين الثوابت في الحقيقة. يعني احنا عشنا المذهب المالكي لمدة قرون، فلذلك قلت أن من البديهي أن تفشل هذه المخططات لأنها كانت عرضية. فمثلا في المغرب الذي تم احتلاله سنة 1912 كان من أواخر الدول التي سيتم احتلالها، ومن بين الدول الأولى التي تم يعني حصولها على الاستقلال. هناك البعض يقول استقلال شكلي، ولكن على علتي أنا في نظري بأنه الاستقلال هو صيرورة، كما أن الاستعمار جاء عبر صيرورة. فكما كان يقول الأستاذ عبد الله إبراهيم، فاحتلال المغرب أو الجزائر أو المغرب العربي ككل هو بدأ فعليا منذ سقوط غرناطة، منذ سقوط الأندلس، وكان مد وجزر وكانت توازنات وانطلق ما يسمى بالجهاد البحري، لكن كانت هناك مناعة. ولكن بعد سقوط الجزائر هنا بدأت المشاكل. يعني بعد سقوط الجزائر واحتلال الجزائر سنة 1830 الآن أصبحت العيون كلها على المغرب، وخاصة بعد احتلال تونس 1883 الآن المغرب أصبح مكشوفا، وخاصة بعد هزيمة ما يسمى بهزيمة إيسلي التي أبانت عن ضعف الجيش المغربي. وبعده كانت أيضا حرب أخرى تسمى حرب تطوان التي يعني انهزم فيها المغرب وأصبح مكبلا، زائد ما يسمى بالانتفاضات أو التمردات التي أرهقت الدولة. فمن ثم دخلنا إلى النفق المسدود، ويعني وقع المخزن الحماية في عهد مولاي عبد الحفيظ مرغما لا بطل، لأن مولاي عبد الحفيظ هو كان مناهضا للفرنسيين ويقود حركة ضد أخاه مولاي عبد العزيز، لكن هناك أشياء كثيرة تتجاوزه. لذلك يعني التناقض أو الواقع دائما يفرز النقيض، والنقيض هذه المرة هو الوعي الوطني الذي تسلح بالعروبة والإسلام. ذكرنا العروبة كجامعة للأمة المغربية، وهذا المفهوم يعني البعض بعد الإخوان يقولون كيف للحركة الوطنية بهذا الوعي المبكر، يعني في مرحلة مناهضة الظاهر البربري هو البداية الفعلية ديال الحركة الوطنية. هناك من يرجع إلى سنة 1934، ولكن أنا أعتقد بأن الوعي بالوطنية بدأ مع مناهضة الظاهر البربري الذي سنتحدث عنه لاحقا. يقول علال الفاسي في كتاب النقد الذاتي في الصفحة 114 أن المغرب
منذ كان يحب الحرية ويعشقها. المغربي منذ كان يحب الحرية ويعشقها. ويقول في نفس الكتاب: لقد ظلت الوطنية المغربية منذ عهد بعيد شيئا غامضا إلا فيما يرجع لمقاومة الأجنبي. فالمغربي يقاوم الأجنبي، والمغربي هو محب للحرية. فكان هذا الوعي أن المغربي يعني يقاوم الاستعمار الذي هو جاتما، والذي هو يعني دخل إلى رقعة محرمة عند المغاربة حينما يمس عقائدهم. لأن في البداية كان المقيم العام الليوطي كان يعرف، يعني يقوم على بعض التوازنات تسمى السياسة الإسلامية، يعني لا يمس عقائد الناس ولا يمس أعرافهم، ولكن هو في الآخر هو سياسة استعمارية، لا يمكن إلا أن يربح الوقت ويشتري الوقت. وهو الذي بدأ الظهير البربري في 1914، لأن كانت عدة ظهائر: 1914 1920 وصولا إلى الظهير الذي حرك المياه الراكدة 1930. الظهير البربري أو السياسة البربرية ببساطة هي فصل العرب عن البربر، وهي كما هي عادة المستعمر بالفصل: فصل العرب عن البربر، فصل اليهود عن المسلمين، فصل أهل المدن عن أهل البوادي. وهذه أيضا سياسة كان يقوم بها ليوطي. ففصل العرب عن اليهود، العرب يحتكمون إلى الشرع الإسلامي، والبربر يحتكمون إلى الأعراف تسمى إزرف. هذه الأعراف التي هي في الواقع لم تكن عبر تاريخ المغرب أي محكمة عرفية منذ عهد الإدريسي، لم تكن. لذلك فنحن نتحدث عن سياسة وعن سردية فرنسية. فرنسا حاولت صياغة الأعراف التي تريد، لأن ليست كل الأعراف. فمثلا حينما نتحدث عن أن الأعراف البربرية لا تمنع منعا كليا بيع الأراضي للأجنبي، فهذه الأعراف محتها فرنسا، محتها نهائيا. لذلك صاغت أعراف على مقاسها لتتمكن من تكريس وجودها، خاصة أن في تلك المناطق قيل بأنها فيها ثروات معدنية وفيها يعني أشياء يمكن أن تثير لعب المستعمر. فلذلك ادعت بأن هناك إسلام بربري أو أمازيغي خالص، وقيل الحال أن المغاربة هم مالكيون منذ القدم ويريدون أن ينفخوا في التفرقة. فمثلا هناك نص لعبد الله العروي يعني يتساءل: كيف تقولون؟ لأن شارل دو فوكو سنة 1883 قال بأن هناك إسلام بربري هو مختلف عن العرب، لأن البربر ارتدوا 12 مرة وقاموا الإسلام. ويقول لك بأن أيضا الشعوب الرومانية أيضا قاومت المسيحية وكانت أكثر ضراوة في مقاومة المسيحية، بل أكثر من ذلك. الذين يريدون أن يصوروا تلك الصراعات القبلية في بعض الأحيان ينسون بأن هذه الصراعات لا تتعلق بثنائية عرب بربر. فمثلا في شبه الجزيرة العربية هناك ما يوجد بحروب الردة في مرحلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذه الحروب التي كانت قبائل ارتدت. هناك أيضا من يتحدث عن ادعاء النبوة، يتحدث عن صالح بن طريف أو الغماري كذلك، وينسى أيضا حتى في جبل الجزيرة العربية هناك أناس دعوا النبوة. إذا المسألة لا تتعلق بتفريق إثني أو تفريق قومي، بل هي مسألة قبلية، والمسألة القبلية تحتاج في معالجتها إلى مقاربة أنثروبولوجية خاصة. بل إذا ذهبنا بعيدا حتى هذه القبائل البربرية فهي عاشت حروب طاحنة فيما بينها. وحتى القبائل مثلا في التصنيف مثلا هناك بتر وبرانس، وهناك أن مصمودة، قبيلة مصمودة تنتمي إلى البرانس، وصنهاجة تنتمي إلى صنهاجة تنتمي إلى البرانس، ومصمودة تنتمي إلى البتر. فصنهاجة قامت بدولة ما تعرف بالدولة دولة الملتمين، الدولة المرابطية. فهذه الدولة المرابطية سيتم استئصالها من طرف إخوانهم اللي هم الموحدين، يعني قاموا عليهم باستئصال اللي هو بشع جدا، استأصلوهم. يعني حتى أن
بعض عائلات بنو تشافين ماتوا جوعا وعطشا. بل وأكثر من ذلك، نحن نتحدث عن استئصال حتى الإرث العمراني. لذلك فالتراث أو المعمار المرابطي هو شاحب أو قليل جدا، لأنه أتوا على الأخضر واليابس. هذا بفكر القومية لا يمكن أن يستصيغوه المنطق نهائيا. ولكن إذا بحثنا على الصراع الأيديولوجي في الوعي الأنثروبولوجي ممكن أن نجد إجابات متعددة. لذلك فرنسا حاولت أن تستغل هذه النزاعات وتعطيها غطاء وتلبسها لباس آخر الذي هو يخدم مصلحتها. ويجب أيضا أن نقرن قضية السياسة البربرية بالتنصير، لأن هذه مسألة مهمة وكانت أكثر فجاجة في الجزائر، لأن في الجزائر كانوا ما يعرف بالآباء البيض الذي أسسها الكاردينال لافيجري في الجزائر سنة 1869، وكانوا ينشرون الفرنسة إلى جانب الكاثوليكية، إلى جانب الحفاظ على الأعراف المحلية دون إدخال العربية، لأن العربية يعتبرونها عنصر أسلم، وذلك يمكن أن يذكر المغاربة والمغاربيون في أي لحظة بأنهم ليسوا من أبناء فرنسا، لأن فرنسا كانت تعتبر الجزائر بأنها جزء من ترابها، بين المغرب يدخل في إطار الحماية. في الواقع الحال عمليا لا يوجد فروق كبيرة، ولكن في الأخير ساعد المغرب أن يستقل بسرعة. فانتقلت العدوى إلى الأطلس المتوسط، هذه العدوى التي تحاول عزل القبائل وتنصيرهم. وفي هذا الشأن يقول الأستاذ عبد الجابري: السياسة الاستعمارية الفرنسية قد استهدفت من جملة ما استهدفته تنصير الأهالي، لأن هناك من يقول بأن سياسة التنصير لم تكن، لأن واقع الحال أن الفرنسي هو لائكي، لكن واقع الحال كانت توزع مجلة اسمها المغرب الكاثوليكي. فرنسا في المستعمرات خارج ترابها كانت كاثوليكية، كانت تنشر في الأسواق، الدعاية في الأسواق، كانت تطرد دور القرآن وإحنا كنسميوه المسيد، كانت تطرده من في المجال المسمى ذو العوائد البربرية، كانت تطردهم. لذلك كانت فعلا سياسة التنصير كما يقول الأستاذ محمد عبد الجابري من جملة ما استهدفته تنصير الأهالي أو قسم منهم على الأقل، وهم البربر الذين كانت تريد فصلهم عن العرب. فلقد جاء رد الفعل الوطني مزدوجا، إسلاميا ضد التنصير والتبشير، وعربيا ضد السياسة البربرية. العروبة والإسلام في المغرب العربي يحيلان إلى شيء واحد، هو الهوية الوطنية، كما يقول عبد الجابري في كتاب مسألة الهوية صفحة 42. إذن الذي يتساءل عن فحوى أو عن معنى الوطنية المغربية، فالوطنية المغربية كما قال عبد الجابري هي العروبة والإسلام. العروبة والإسلام هي يعني الهوية أو الأمة الوطنية كما يقول علال الفاسي وكما يقول رجالات الحركة الوطنية. فقد اعتبرت فرنسا أن اللغة العربية تحول دون تحقيق مطامحها الاستعمارية وبقائها، لأنها تذكر بحقيقتها، وحاولت صناعة سردية بربرية تمهيدا لدمجهم في الثقافة الفرنسية، كما هو الحال في تجربة أخرى مماثلة لها وهي تجربة اليهود في الجزائر، لأن فرنسا صدرت سنة 1870 ما يسمى بمرسوم كريميو، أنه يجعل من الجزائري مواطن ذو جنسية فرنسية. أنت مثلا يهودي جزائري أوتوماتيكمون أنت فرنسي. يعني هذا المرسوم الذي صدره وزير العدل، كان أول وزير عدل يهودي فرنسي اسمه كريميو وسمي باسمه. فلما لا يمكن أيضا دمج هؤلاء في السياسة الفرنسية؟ في المغرب لم تكن هذه السياسة، يعني بين اليهود والحركة الوطنية كانت شعرة معاوية، لم تكن قاطعة نهائيا كما هو الحال في الجزائر. صحيح أنهم لم يشاركوا في الحركة الوطنية، يعني لا توجد أسماء كبيرة مثلا في الحركة الوطنية مثل الزرقطوني أو علال الفاسي، ولكن على كل حال هم كانوا ينشطون أكثر في الأحزاب الشيوعية أو في اليسار، الحزب الشيوعي المغربي، والذي على فكرة الشيوعي المغربي كان ضد استقلال المغرب إلا في مرحلات علي يعتى 1947. مرحلة علي يعتى هو أيضا سيقدم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ولكن في البداية
كان مفرنسا لأنه بناه أو أسسه يهودي فرنسي من أصول جزائرية اسمه ليون سلطان، ومن ثم يعني هو في الواقع امتداد للحزب الشيوعي الفرنسي. لكن على كل حال واقع الحال يقول بأن الوطنية المغربية كانت ترتكز على أساس الإسلام كما هو الحال بالنسبة للعروبة. فالاستعمار قائم على الفصل كما ذكرت. ويذكر لنا الأستاذ عبد الله العروي في كتاب ثقافتنا على ضوء التاريخ في صفحة 121 يقول: يرى آرون أن فرنسا خسرت الحرب في الجزائر لسبب واحد: لم يكن في مقدور أي أحد أن يقنع الجزائريين أنهم فرنسيون. يعني هذه مسألة قوية تشحذ الهمم من أجل المقاومة، وهي مسألة الهوية في المقاومة. يحاولون محوها، يحاولون غسل الدماغ، ويحاولون يعني أن يقوموا بتجريف هويتي لخلق أيديولوجية ولخلق سردية جديدة. يقول أيضا العروي: الاستعمار حاول جادا أن يقصي اللسان العربي من حقل الحياة العامة. يعني دعونا نذكر أن في الإدارة أو في أي أماكن غير مسموح لك بتاتا أن تتحدث في الأماكن ذات العرف البربري أن تتحدث باللغة العربية، لأن كما يقولون يمكن أن تستعمل كأداة للأسلمة. وواقع الحال أن البربر وجب إبعادهم عن اللغة العربية ووجب إبعادهم عن الإسلام، وفي ذلك بنوا بعض الكاتدرائيات في الخميسات، وبنوا بعض المحاكم العرفية التي قلنا عنها أنها لم تكن في تاريخ المغرب أبدا، هي بنتها فرنسا. لذلك نتحدث مجددا عن السياسة البربرية الفرنسية. يقول بول مارتي في كتابه مغرب الغد: إن العربية عنصر أسلم، ومصلحتنا تفرض جعل البربر يتطورون خارج الإسلام، ونمر من البربرية إلى الفرنسية، لأن البربرية غير وسيلة. ولا ننسى أيضا أن في مدرسة أزرو كوليج بيغ دازرو، الإعدادية البربرية في أزرو، لم تكن لا العربية ولا حتى الأمازيغية، بل كانت الفرنسية، بمعنى أن هي كذلك تستعمل فقط وسيلة. يقول أستاذ محمد عبد الجابري في مواقف العدد 43: حرص ليوطي أن يكون التعامل في المناطق التي تسكنها القبائل البربرية باللغة الفرنسية واللهجات البربرية لا غير، وأصدر أمرا صارما بمنع استعمال العربية الدارجة منها والفصحى: إن اللغة العربية تجر إلى الإسلام. ولذلك فكانت كما قلت في البداية الحركة الوطنية. ولكن قبل الحركة الوطنية يجب أن نذكر أن نجم شمال إفريقيا بقيادة مصالح الحاج سنة 1926 في الجزائر، و1927 طلبة شمال إفريقيا المسلمون دعوا إلى توحيد شمال إفريقيا التي تسمى الآن بالمغرب العربي، وتوحيد تحت سيادة اللغة العربية. لماذا ذكرت هذا المعطى؟ لأن هناك صراحة من يقول بأن مسألة اهتمام ومسألة ارتكاز إلى عنصر العربية كأساسي في الهوية المغربية هو إيديولوجيا بدأ مع شاكيب أرسلان، وهذا خطأ، وتحدثنا عنه في قناة الحكمة العربية أكثر من مرة. وقلنا إذ أردنا أن نبدأ بالأول فنعود مثلا إلى تجربة محمد بن عبد الكريم الخطابي. محمد بن عبد الكريم الخطابي أول الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي يعني كان في منطقة الريف، شكل ثورة كبيرة. ويعني في المدارس التي كانت في المنطقة الريفية كانت اللغة العربية لغة إجبارية قبل شاكيب أرسلان. نحن نتحدث من 1921 اللغة العربية لغة إجبارية، لم تكن الإسبانية ولم تكن الريفية، بل كانت اللغة العربية إجبارية، حيث أن يقول البعض بأن أول سلفي هو محمد بن عبد الكريم الخطابي لأنه درس في القرويين، ولذلك تحدث عن القرويين كحاضنة. يعني تحدث لأن محمد بن عبد الكريم الخطابي هو درس في القرويين، وكان عنده من عائلة عريقة، ويعني في قيادته للريف يتحدث عن اللغة العربية كلغة قومية، هذه في منطقة الريف. ولاحقا سيؤسس ما يعرف بمكتب المغرب العربي بالقاهرة، ويعني وجيش المغرب العربي أيضا في القاهرة، ويعني وسيكون أيضا مساهمة مهمة ومساهمة غنية. لذلك ذكرت مثلا جمعية نجم شمال إفريقيا أو طلبة شمال إفريقيا المسلمين، وما كانوا قبل مجيء شاكيب أرسلان الدرزي إلى المغرب،
ولقائه بزعماء الحركة الوطنية خاصة بنونة، لأن الحركة الوطنية في الشمال كانت تمتاز بالقوة، وكانت تمتاز يعني بالسيولة، وكانت نشطة جدا، ربما لأن الوضع الإسباني غير الوضع الفرنسي. وحتى أن وثيقة المطالبة بالاستقلال كانت بدأت في الشمال سنة 1943، لكن رسميا التاريخ الرسمي الذي كتب أن وثيقة المطالبة بالاستقلال قدمها حزب الاستقلال سنة 1944 التي وقعوا عليها حزب الاستقلال، لأن حزب الاستقلال كان أقوى حزب. لكن هناك وثيقة المطالبة بالاستقلال التي كانت بين عبد الخالق الطريس زعيم حزب الإصلاح والمكي الناصري زعيم حزب الأمة المغربية، وآنذاك أصدروا وثيقة المطالبة بالاستقلال. فإذا هي مسألة مهمة انتبهت إليها الحركة الوطنية، وهي ارتكاز على العروبة والإسلام، العروبة كجامعة وكبناء حضاري، لأنها حاضنة حضارية. كما قلت، الاستعمار الذي يريد أن يشجع المحكيات ويقول لك مثلا نجعل دارجة مغربية، ما زالت الدعوة إلى الآن. ودعوني أذكر واقعة مهمة. ففي مرحلة المقيم العام إريك لوبون، هذا المقيم العام يعني كان يتسم بنوع من الليبرالية، وأحيا ما يسمى بالمواسم، يعني المواسم التي تقوم على الأضرحة وفيها شطاحات لذلك فالحركة مثلا الوهابية التي دخلت إلى المغرب لاستئصال هذه الأنواع وهذه العادات مع المولى إسماعيل، المولى سليمان كان ظن 1810 في صراعه مع الزاوية الدلائية. فلذلك مثلا إريك لوبون أعاد إحياء المواسم، وأعاد إحياء في الوقت الذي ذهبت وانصرفت فيه الشركات الفرنسية إلى التنقيب على المعادن. يعني المغاربة يجب تغييبهم باللا معقول الذي عبر عنه الجابري. لذلك كانت الحركة الوطنية استأصلت هذه الأنواع لدرجة أن مثلا ساحة جامع الفنا كان يباع فيها الكتب. لذلك نجد مثلا الأستاذ عبد الله العروي الذي يقول بطي الصفحة والذي يقول بالقطيعة، وكذلك محمد عبد الجابري الذي يقول بإنهاء الدارجة واللغات المحكية. يعني يريدون أن يترفعوا بلغة عالمة. فلذلك إريك لوبون هو أكبر مثال على الرؤية الاستشراقية التي تحاول المساهمة والتركيز في اللا معقول، أن يجعل الشرق مختبر للا عقلانية، كأنه ليس له حضارة، كأنه ليس له أشياء معقولة. وهنا يعني ينصرف الذهن إلى أول تجربة سينمائية التي كانت في المغرب باسم راعي الغنم المغربي. يعني تصوروا معي أن اختراع السينما كان 1895. 1897 أول تصوير لفيلم في المغرب اسمه راعي الغنم المغربي. وكانت المشاهد التي صورت في المغرب تصور المغرب كطبيعة عذراء، وكأنه شعب بلا أرض أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. يعني هذا مدخل للاستشراق. نتحدث أيضا في أنا ربما خرج على الموضوع، نتحدث أيضا في الفن التشكيلي الذي يصور المغاربة. في مثلا نتحدث على دولاكروا، هذا فنان مشهور ولكن أيضا يصور المغرب بلغة استشراقية أو بريشة استشراقية. فمن ثم هذا هو الأساس الذي بنت عليه فرنسا، هو استغلال والاستثمار في الأقلية، وليس هذا فقط بل وصياغته على طريقة خاصة. وذكرت مثال ديال المارونية في لبنان، وفي آخر المطاف المحصلة شنو هي جيش لاحد وسعد حداد. وحتى الذين درسوا في مدرسة أزرو جزء كبير منهم خرجوا عسكر انقلابيين ضد السلطة. لا ننسى أن محمد أوفقير، الجنرال محمد أوفقير الجهنمي، وخرج مدرسة أزرو، ولم يكن يعرف حتى اللغة العربية، وكان في الحرس الشخصي للمقيم العام. يعني فرنسا خرجت ولكن تركت أديالها وتركت من ينوب عنها. يعني أنطي بعد النصوص ونختم. فقط أضيف يعني مسألة أو مسألتين، هي أن الظاهر البربري هو طبق في البداية في الجزائر 1859، فكانت ثورة عليه من ضمن القبائل التي طبق عليها. حتى في المغرب
المغرب مثلا حينما يلزم هذه القبيلة بالاحتكام إلى أعرافها، وبعض القبائل لم يعجبها الأمر وخرج مثلا في صفرو خرجنا نساء يحتجن فأطلق عليهم استعمال الرصاص. هذا الذي يقول أن هذا الدفاع عن الأعراف وإبقائها، لكن هو في الأساس يريد أن يبقي منطقة معينة سواء في القبائل ولا سواء في أي منطقة من المناطق أنها مختبر وأنها متحف للعجائبية والغرائبية. وفي الأخير يعني تأسيس الأكاديمية البربرية سنة 1967 هو أعاد إنعاش بعض الأفكار وأعاد تدوير بعض الأفكار التي في الأخير جاءت بها فرنسا. يعني دهاقنة الطرح لم يأتوا بجديد أبدا، هو الذي كان هم يعيدون تدوير ما قالته فرنسا وما أتت فيه. أغلب ما يقولون نجده في الكتابات الفرنسية وعند دهاقنة سوردون وعند كثير من الذين أتوا بهذا الطرح. لذلك استسمح إن أطلت، وشكرا على حسن الإصغاء. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة والتي ألقت الضوء على هذا الصراع الموجود والقديم والمتجدد في كثير من المناطق في عالمنا. وللأسف إن كثيرين من الناس يربطون بين اللغة والعرق، وليس هناك من صلة. فاللغة العربية لغة حضارة، لغة ثقافة، وليس بالضرورة أن يكون الإنسان من عرق معين. وبالتالي نجد أن بعض الناس حاولوا أن يبعدوا أجناسهم ومناطقهم عن العرب، حتى وجدنا أن بعض الموارنة يحاولون باستخدام DNA أن يثبتوا أنهم الفينيقيين وليسوا من العرب. فهذه محاولة صادقة. نجد أن من كبار الذين أسسوا للثقافة الإسلامية العربية وفي الغالب من الفرس، كان الإمام الغزالي أو البخاري أو مسلم أو الموجات الأولى، ولم ينظر أحد إلى هذا، أو سيبويه مثلا. فقضية البحث عن العرق هي بحث تمزيقي معاصر. أما لغة الحضارة الآن لا أحد يتحدث عن اللغة الإنجليزية الآن وأنها لغة الحضارة المعاصرة. وقد وجدنا في ألمانيا أثناء زيارتنا لها أن كثير من المثقفين الألمان يكتبون باللغة الإنجليزية لأنها الأكثر انتشارا لأنها لغة الحضارة المعاصرة. فالإصرار على قضية ربط العرق باللغة هذا موجود في المستعمرات، ولكنك لا تجده في الحواضر الرئيسية. أيضا نجد أنهم كانوا يؤثرون جدا في ثقافتنا. ذكرت ماسينيون مثلا. ماسينيون بعض السذج بحكم اهتمامه وتعمقه في العربية قالوا أنه مسلم متستر، بينما كان مستشرقا وكتب كتابا عن الحلاج قال نريد أن نصنع لهم مسيحا مصلوبا كما أن الحلاج صلب، فبالتالي مثل نصنع للمسلمين مصلوبا أيضا. أيضا بعض المصطلحات مثل الأهالي إلى الآن مثلا موجودة عند بعض المستعمرين الإنجليز وخاصة منطقة الخليج يسمونهم اللوكالز، وحتى يميزوا بين السيد والمسود، بأن المسود هو من الأهالي ولكن السيد شيء يختلف. فالمسود هو من الأهالي أو من الناس المحليين مثلا. ونجدهم يجددون بعض المصطلحات بكل جرعة. مثلا مارتن إندك بعد احتلال العراق ألقى في محاضرة في الفورن كانسل وتحدث عن مفهوم فرق تسد، وفعلا قسموا العراق إلى 3 أقسام: قسم شيعي وقسم سني وقسم كردي. فأظن أن حركة فصل الأمازيغ عن اللغة العربية نوع من ترسيخ التخلف في منطقة معينة، كما هو أيضا ترسيخ عند الأكراد. فلو جيت مثلا اللغة الكردية أو اللغة الأمازيغية ليس فيها ثراء حضاري، ليس فيها حضارة، ليس فيها ثراء أدبي، فأنت تحاصر هذه المجموعة وتجهلها وتستخدمها في الوقت نفسه. أذكر مرة حضرت ندوة كانت عن هذه الموضوعات، فتقدم أحد دعاة الأمازيغية قالوا أحييكم تحية أمازيغية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيعني لم يبتعد بعيدا، توقع أنه سيأتي بكلمة غريبة، فإذا هو يقول هذه. فبالتالي عدم وجود هذه المصطلحات في لغات معينة دليل أنهم يعيشون في حضارة أوسع من قضية العرق. وردت كلمة شكيب أرسلان الدرزي، هو سيد الدروز من ناحية السيادة عليهم، ولكنه سني، والده تسنن وأعلن تسننه، كما أنه ليس من الدروز أنفسهم.
كعرق أو نسب، إما أنه من الأتراك أو من الأكراد، ولكنه سني من ناحية معتقده، وعاش سنيا وناصر وكتب في هذا الأمر. أيضا أرى أن محدثنا مشكورا ابتعد عن النص الذي أرسل لنا، قد أرسل لنا بحثا للمكي الناصري، ولكنه ابتعد في الشرح عن هذا النص. نحن مثلا نجد أن في أمريكا الجنوبية بحكم اهتمامهم أو تأخرهم في قضية قراءة الإنجيل باللغة اللاتينية سميت اللغة اللاتينية وبدون حرج. فلماذا هذه الأجناس في العالم العربي إذا استخدمت العربية لماذا تلام؟ لماذا يرى أن هذا التسمية عيب لها أن تكون لغتها العربية مثلا، بينما نجد مثلا في أمريكا اللاتينية أنه أجناس مختلفة ومع نسميهم أمريكا اللاتينية. فلذا ما الفرق أن نقول العالم العربي؟ العالم العربي من ناحية اللغة والحضارة، أما من ناحية العرق فلا يزعم أحد جذور من السودان أنه متصل تماما بالحلبي أزرق العينين يعني. فهي اللغة لغة حضارة، أما قضية الإصرار على غرس الناس في العرق فغير صحيحة. شكرا لك مرة أخرى. جزيل الشكر أولا للمجلس وللمتحدث. أنا عندي سؤال فقط لأني قرأت النص. يعني الوثائق نجد أن السياسة الفرنسية تجاه البربر ركزت بشكل أساسي على ما هم يسمونه لو سيستيم جوديسيير وادمنستراتيف، يعني فهم صنعوا أكثر ما وجدت في الوثائق يتعلق بالنظام القضائي. وفي هذا النظام القضائي توجد كلمة دائما تتكرر هي كلمة الظهير، فأرجو أن تضيء هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر للمتحدث حماسته وروحه، فقد أمتعنا وأفادنا جزاه الله خيرا. نتكلم دائما عن الحركة الوطنية والاستعمار. ماذا عن اليوم؟ ماذا عن واقع اللغة العربية اليوم في التعليم؟ نحن شاهدنا منذ سنة أو سنتين مناقشة في البرلمان حول عودة الفرنسية إلى التعليم، ومن 10 سنوات 20 سنة أيضا بعض اللهجات المحلية أدخلت في المدارس والتعليم. ماذا عن الواقع اليوم، وما هي الأصوات والحركات التي تدافع عن اللغة العربية وعن الإسلام في السياسات المعاصرة؟ وشكرا. نشكر المحاضر الكريم على عرضه المفيد. كتب على ما يمكن أن نسميه بالمسألة الأمازيغية كتب عليها أن تكون مرتبطة بالمسألة الاستعمارية للأسف الشديد، كما شرح المكي الناصري في كتابه الذي أرسل لنا الأخ مشكورا. شرح بشكل جيد أحابيل الاستراتيجية الفرنسية في قضية فصل مكونات الشعوب المغاربية، القبائل البربر عن العرب، وتقنياتها القضائية وتقنياتها الثقافية. فليس فقط، لم يقتصر الأمر على المجال القضائي. طبعا المجال القضائي كان أساسي، كانوا حريصين على اختلاق محاكم عرفية بزعمهم تحتوي على الأعراف القبلية البربرية فقط، ولسخرية القدر يعني منهم وجدوا كثير من الأعراف هي إسلامية، ولكنهم عملوا على تصفية هذه كل ما هو إسلامي في هذه الأعراف، وأخذوا واختلقوا أيضا. ونحن نعيش، ولماذا قلت مأساوية هذه المسألة الأمازيغية؟ لأننا الآن نعيش أيضا كثيرا مما اختلق من قبل الاستعمار وقبل فرنسا لا زالت تلوكه المعارك الإيديولوجية في المغرب العربي بصفة عامة. وكل ذلك والآن ما زالت مرتبطة بقضية المسألة الاستعمارية وبمصلحة الفرنسية. في كل الصراع الإيديولوجي حول اللغة واللهجات في المغرب العربي هو تستفيد منه الفرنكوفونية. فالفرنكوفونية الكل يعلم أنها في احتضار. الفرنكوفونية دخلت في مرحلة احتضار منذ 2 أو 3 باعتراف الأكاديميين الفرنسيين أنفسهم، لكنها في مقاومتها
لا زالت، وأعوانها وذيولها عندنا للأسف الشديد لا زالوا يستعملون اللهجات اللغة الأمازيغية، يستعملونها سلاحا لضرب العربية، وليس لترقية الأمازيغية بل لضربهما معا، لكي يعني يفسح المجال للفرنسية للتسيد مرة أخرى. هذه استراتيجية كل المغاربة يعونها، كل واعي بها، لكن للأسف الشديد في معترك المطاحن الإيديولوجية، المعارك الإيديولوجية ومطاحنها، تتناسى هذه الحقيقة الواضحة من خلال كتاب المكي الناصري والسرد. الرجل وقف على الأرشيف في جنيف، وقف على كبرى أو أكبر نصوص منظري المسألة البربرية في الاستعمار الفرنسي، وحتى داخل النقاشات في عندنا، سواء النقاشات في علم التاريخ أو في الأنثروبولوجيا، لأن الاستعمار الفرنسي ترك لنا مسائل في كل العلوم. مثلا داخل الأنثروبولوجيا هناك نقاش كبير عن النظرية الانقسامية التي كانت تعتبر المغرب عبارة عن قبائل منقسمة، وهذا الانقسام لا نهاية له، ونظرت له بهذا المنظور. تبعها أنثروبولوجيين يعني في البداية ما بعد الاستعمار، لكن يعني لحسن الحظ وقف لها منظرون داخل الأنثروبولوجيا المغربية ذاتها، يعني أذكر عبد الله حمودي، وأذكر كثيرين، وعبد الله العروي نفسه في التاريخ إلى آخره. وتركت لنا في المسألة السياسية وفي المسألة اللغوية هذه المسألة ما يسمى بالمسألة اللهجات. وللأسف الشديد كما أقول في معترك المطاحن أو المعارك الإيديولوجية تغيب هذه الحقيقة ولا يتم يعني استحضارها دائما. وشكرا لكم. تحية للجميع، شكرا على هذه الملاحظات التي هي تكمل النقاش، لأنني عادة أراهن على النقاش أكثر مما أراهن على التقديم، لأن النقاش يبين مدى هواجس يعني المستمع ماذا يريد في هذا النقاش. لذلك فهي أمور تكمل وتخلق مني أيضا يعني أفكار جديدة. وفي البداية ديال الأستاذ الأحمري اللي طرح أفكار اللي هي من صميم الموضوع، هي مسألة العرق التي نشطت كثيرا، والتي عادة ما تستعمل من بوابة الشعوذة الفكرية، وبحكم أن المختبرات أصبحت يعني تروج أفكار حسب الطلب. لذلك فهذه المسألة يجب أخذها بكثير معنى الحيطة. وفي العموم أعتقد بأن الإنسان عنده إرادة، يعني لا يمكن للجين أن يحدد أهدافه. فإن أردت أن تكون فرنسيا فيمكن أن تكتسب الجنسية وتكتسب اللغة وتكتسب العادات وتكتسب الدين وتكتسب أي شيء، فإن ذلك الجين لن يكون عائقا أمامك. ودعونا نقول بأن هناك من هم عرب وخونة، وهناك من هم مستعمرين ومتعاونين، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يحدده العرق. إذ أردت أن تكون فرنسيا أن تخدم الأمة الفرنسية فلك ذلك. لذلك فنتحدث عن العروبة كثقافة، فالإنسان له الإرادة. يعني يمكن أن فالقضية ديال الجين التي نشطت والتي هي متهافتة على فكرة، يعني لا يمكن أن نسلم بها كأنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، هي في كثير من الأحيان متهافتة. ولكن على العموم فنحن ننطلق من منطلق أن العروبة لسان وانتماء حضاري. فهذه نقطة. النقطة الثانية هي أن فرنسا تركت قنابل موقوتة تفجر بعضها، وبعض تأخر تفجيره إلى ما بعد الاستعمار. فحينما نقول المقاربة الأنثروبولوجية كعلم، هذا العلم الذي قام الاستعمار بتجريبه في إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية لكي يفجرها من داخل، لأن الأنثروبولوجيا تعلمك الاختلاف المختلف بينه، ولم تطبق على فرنسا نفسها، رغم أن عندها لغات محكية ليست محكية مكتوبة وبها آداب، لا يطالب أحد في فرنسا بترسيمها.
عندها اللغة الرسمية الفرنسية. أوروبا بشكل عام لا نتحدث عن لغات شفهية، لغات مكتوبة ولا أحد يتحدث، بمعنى أن جاءت من إفريقيا مختبر لتجريب المقاربة الأنثروبولوجية الاستعمارية، فهو كان علما استعماريا أيضا في أمريكا اللاتينية. في الواقع أننا كنجيو، نعطيكم أنا مثال غادي فرنسا، يعني فرنسا لا أحد يتحدث. بالنسبة لشكيب أرسلان صراحة كانت له مساهمات مهمة في هذا الشأن، وهو ينطبق عليه ما قلت في البداية بغض النظر على انتمائه الدرزي وهي المفارقة أن عادة ما نجد أن كبار الذين خدموا قومياتهم من خارجها، نتحدث عن هتلر هو نمساوي الذي خدم القومية الألمانية، أو نتحدث عن ستالين هو جورجي، أو نتحدث عن محمد عبد الجابري الذي يقول أنا تعلمت العربية إلى حتى السن الثامن تقريبا. فكما قلت هي مسألة هي انتماء لا أقل ولا أكثر، لا تتعلق نهائيا بالمسألة العرقية. أما يعني الكتاب هو صراحة لم أستفيض في النقاش فيه كثيرا، ولكن كل الأفكار مرتبطة بالكتاب، ومن بين الكتاب يتحدث عن أهم قضية هي الظهير البربري، وأن الظهير البربري الذي خلقته فرنسا لتقسيم العرب عن الأمازيغ لجعل فئة موالية لها وإعطائها ما يسمى وتكريس ما يسمى بالأعراف. نسيت أن أقول أن حتى تلك الأعراف التي يتحدث عنها الاستعمار أو الذي يتحدث عنها من طرف الذين يدافعون عن هذا الطرح، أن أغلب أعراف الأمازيغية هي متناسبة مع الإسلام. وكانت تجربة الحسن الأول سنة 1885 ذهب إلى سوس وأفرز، قام بفرز الأعراف، ووجد كثير من الأعراف هي موافقة للإسلام. لماذا ذهب إلى سوس؟ لأن هذه سوس العالمة المختار السوسي وحفظة القرآن، أكبر حفظة القرآن في العالم خرجوا من منطقة سوس. لكن فرنسا لم تعتمد في مقاربتها على سوس، ذهبت إلى قبائل معينة التي فيها تلك الأعراف حسب مقاصدها وحسب المرجعية، إلى قبائل زايان، ومن ثم انطلق. بمعنى حتى هذا الظاهرة البربري هي حتى اللفظ لا يستقيم، هي راه قبائل عينة معينة. أما الأمازيغ هما قطعا يعني يتماهون مع الإسلام. وأنا كما ذكرت أن المختار السوسي ومدارس حفظة القرآن ويعني لم يكن أي مشكل. وحتى نحن في المذهب المالكي، احنا في المغرب مالكية، أن العرف هو يعتبر أيضا جزء من الحكم الشرعي. نعم. بمعنى أن ليس لنا المشكل حينما تبحث وتنبش في الأعراف الجاهلية. لو نبشنا قليلا عن الأعراف التي تبنتها فرنسا، قضية التعامل مع المرأة شيء فظيع جدا، وذكرته في أحد المناسبات. هنا أتوقف فقط على قضية المرأة، وهنا هو أيضا قال عنها الأستاذ علال الفاسي بأنها أعراف جاهلية. وهذا ليس مقتصرا فقط على، لو ذهبت أيضا إلى شبه الجزيرة العربية تجد أن أعراف أيضا ضد الذوق السليم، هذا موجود في أي مكان. لكن لماذا فرنسا أرادت أن تبحث فينا على أسوأ ما فينا؟ هذا هو السؤال. هذا مسألة الأعراف المسيئة راه توجد في أي زمن ومكان، فقط فرنسا حاولت أن تبحث عن الأعراف التي تناسبها، يعني حسب مقاصدها، أن تجعل مثلا من الكاهنة التي أحرقت الأخضر واليابس أنها بطلة قومية، وتجعل من كوسيلة أنه زعيم. لماذا؟ لأن الفكر الاستعماري يتواقف معي. أنا نتحدث عن العديد من، لماذا لم يأخذوا كمرجعية طارق بن زياد مثلا؟ يعني هناك أعراف، هناك شخصيات يمينا ويسارا، لكن الكل يبحث عن ضالته. بالنسبة للنظام القضائي، هو كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس. يعني نحن نتبحث عن الأمور الجنائية، فهي مسألة حساسة جدا، لذلك فكانت هذيك النقطة التي أفاضت الكأس، وأنها تلزم باتباعه، ليس أمور اختيارية. هل نتحدث عن فرنسا الأنوار؟
لا، نتحدث عن فرنسا التي هي فاشية في طرحها. يعني أنت ملزم، لا خيار لك. ولو خرجت في احتجاج تحدث عن نساء صفراء التي وجهنا بالرصاص. إذن هناك مسائل إلزامية، بمعنى هي سياسة استعمارية حقيقية. ماذا عن واقع اللغة العربية اليوم؟ هو واقع أقل ما يقال عنه أنه مؤسف للأسف، لأنه مؤسف. هذا يعني السياسة تم تمييعها والمبدئية في السياسة تجد الأحزاب، وهذا لا يتوقف على المغرب بل ربما في أغلب أقطار الوطن العربي، يعني يتحدثون بلغة واحدة. لم يعد ذلك التدافع، أحزاب يمينية تحترم نفسها، أحزاب يسارية تحترم. الآن أصبح كل يتحدث بلغة المصالح والأنانية، القيم يعني أصبحت مهمشة. الفرنكوفونية في القبائل، يعني الغريب في الأمر، فحينما نتحدث عن المغرب أقول بأن المغرب الأرض تتكلم عربي. المغرب عنده واحد خصوصية أنه متجذر فيه العروبة كثيرا. فالمعادون الذين يعادون اللغة العربية في المغرب، لو قابلناه بالذين يعادون اللغة العربية مثلا في منطقة القبائل، الذين يعادون اللغة العربية في منطقة القبائل يتحدثون بالفرنسية، مثلا كاتب ياسين الذي يقول الفرنسية هي غنيمة حرب، أو ميلود المعمري أو سعيد سعدي، يتحدثون جميعا بالفرنسية. لكن في المغاربة جميع يتحدثون باللغة العربية. يعني لو أردت كما يقول أرسطو، حتى الذين يعادون الفلسفة إنما يعادون بضرب من التفلسف. لو أردت أن تعادي بالعربية عليك أن تتكلم بها. حتى أحدهم يعني من غرائب الأمور يقول عن اللغة العربية أنها ليست لغة علمية. طيب، وأنت بماذا كتبت كتابك؟ كتبته باللغة العربية. يعني ما هو في ذلك الكتاب؟ هل هو كلام علمي؟ قال لي نعم أنه كلام علمي. إذا تكتب به العلم. يعني حتى لو أردت أن تشتم العربية عليك أن تتحدث بها. يعني أن الأمر لا يعدو أنه كونه حساسية نفسية وترسبات أيديولوجية، ليس إلا. فهذه مسألة. أظن بأنني تحدثت عن كل الملاحظات، وأشكركم على حسن الإصغاء والاستماع، ونتمنى أنها تكون حلقة جميلة. ختاما، من محاسن الصدف أن بعض الدول في إفريقيا جنوب الصحراء فيها أكثر من لهجات، قرابة 200 لهجة. لذلك عجز الفرنسيون يختاروا لهجة معينة يقومون بإذكاء الناس حتى يتعلمونها ويحاربون بها اللغة العربية. فظلت اللغة العربية وساما عاليا، كما قال الشاعر عيسى عبد الله يتحدث عن صلة اللغة العربية بأهل المشرق، يقول: ويسكت التآخي مع الشرق فينا، ضو الضاد هم أهلنا والقبيل، إذا عد من يصطفيهم عميلا، فإني إذن دون شك عميل، وإيثارهم ليس أمرا محالا، وداد فرنسا هو المستحيل. شكرا.